بص، في البدايه اذا شعرت ان هو عايز يسافر هيسافر وما يرجعش تاني. صح. ما يرجعش تاني. يعني ايه ما يرجعش تاني؟ يعني ما خلاص يجيش، يعني ما انتهى. يرجعش بعد حتى بعد ما يخف. انتهى. لكن لان الاصابه ما كانتش قويه، كان محتاج، ممكن يحتاج علاج طبيعي ومتوفر في المنتخب. وعلى فكره يعني كابتن حسن عارف الاجراءات اللي بتحصل في الشد في العضله الخلفيه مش محتاجه امكانيات الكبيره بتاعت ليفربول. وعلى فكره في ناس برضه، عشان احنا بنخاطب ناس طيبين، في ناس عندها درايه، وفي ناس في معلومات مش موجوده عندهم. الفرق الكبيره زي ليفربول لما يكون عندهم لعيبه نجوم كبيره في افريقيا وبتلعب في بطولات افريقيا حتى لو مش مصابين بيبعتوا معاهم الدكتور او راجل متخصص في علاج طبيعي يعمل استشفاء. فليفربول ما اكيد عندهم درايه في ثانيه. يعني انا هفكرك بحاجه، مره محمد صلاح كان رايح يتكرم كاحسن لاعب، او دروجبا في فتره من الفترات، تشيلسي كان بعت معاه بتاع علاج طبيعي ودكتور، وعشان في الفتره اللي هو موجود فيها لا ما كانش مصاب، يهيئوه عشان يرجع جاهز فما بالك بقى في كاس وفي حاسين انه شعر بحاجه معينه، فبيبعتوا الناس دي لان ناس عندهم الامكانيات الكبيره، ان هو عارفين ان وجود محمد صلاح ضروري لمنتخب بلده، وان هو كابتن فريق وعامل مؤثر جدا من الناحيه المعنويه والنفسيه للاعبين والجماهير وحتى على الخصم. فمجرد ان هو يكون موجود، اكيد كان ليفربول عارفين الاصول، عارفين ان لازم يكون متواجد، وكان هيبعتوه له لو محتاج. رغم ان احنا دلوقتي منتخب مصر عندنا امكانيات كبيره من الناحيه الماديه والناحيه الطبيه اللي موجود، التيم اللي موجود حوالين الجهاز الفني عندهم القدره ان هو يعالجوا الاجهاد اللي موجود في الخلفيه، لان هو مش شد يعني من وجهه اللي انا سمعته في التقرير. فموجود حاجات الاجهزه، احنا كنا من زمان جدا بناخد، واحنا وامكانياتنا كانت قليله، المنتخب كنا بناخد اجهزه معينه للاصابات الشد زي التنس والالتراسونيك ومش عارف حاجات اللي هي ممكن تساعد، حاجات مش طيب مش صعبه هتخليه. بص عشان ما حدش ياخد عنوان وان انا اقول انا محمد صلاح بقيمته الكبيره لابد ان يكون موجود مع الفريق نفسيا ومعنويا، لان هيأثر على المنتخبات اللي موجودين في البطوله، ان هو وجوده هيعمل نوع من القلق ان محمد صلاح في اي وقت هيلعب. لكن محمد صلاح هناك في بره، محمد صلاح خلاص هيبقى مش يعني مش مؤثر نفسيا على ولا الفريق ولا الفريق الخصم. فانا مش شايف، انا هساله سؤال، انت يا محمد انا شايف ان انت ممكن تتعالج هنا وعندنا الامكانيات هنا مع الجهاز الطبي، هتقعد هنا ولا انت؟ انا هقول لك انا عايز ممكن ليفربول يبعت له جهاز طبي. ما انا قلت من شويه انا قلت الكلام ده. هيقول لا انا هتعالج هناك، اقول له خليك هناك خليك هناك لحد ما تخف وربنا يوفقك في ليفربول. واحنا هنا عندنا رجاله الرجاله موجودين. طب اقول لك حاجه، انت شاعر ان انت في مشكله ان محمد صلاح مش موجود ولا امام عاشور بقى ربنا يشفيه يعني؟ لا، لان انا قلت لك البطوله دي الفترة دي منتخب مصر عنده كل المراكز فيها يعني في لاعبين فيها غنى كتير وفيها لاعبين متقاربين المستوى، لدرجة انت بتشوف زيزو يطلع لا مش عارف تريزيه قاعد، لا مش عارف مرموش، مش حاسين بأي مش حاسين بمشاكل. عندنا النهارده زي ما قلت الشناوي متعور، لكن في ابو جبل وفي صبحي والشناوي يعني ما عندهاش مشكلة خالص. فبالتالي فرصه كبيره ان اللعيبه تثبت نفسها. بس فالموضوع مش موضوع احنا بنتكلم، احنا محمد صلاح من افضل الناس اللي عملت انجازات خارج مصر في العالم، ومش هتحصل لاي حد تاني. ولكن عند منتخب مصر خط احمر لاي حد لاي حد، ان انت لو انت مش مصاب ومش هتقدر تشتغل تلعب فنيا ومش هتقدر بدنيا ان انت تكون موجود، لكن يكون ليها دور كبير من الناحيه المعنويه، لازم اساند، لازم اكون موجود قاعد مع المنتخب لمجرد انت لو تبقى كانك واحد في الجهاز، حتى لو ما كنتش هلعب لو مش هتلعب انا بقول